انا اترفضت ليه. عادي تبقى متلخبط متوتر مش عارف انت عايز ايه، ولكن اللي مش عادي انك ما تفعلش حاسة الادراك. انا ادراك الشخص المدرك اي موقف بيحصل معاه بياخده كده، ما بيسيبوش يمر مرور الكرام، لا بياخده ويحلله ولازم يطلع مني دروس. مثلا انا رحت قدمت على وظيفة واترفضت من الوظيفة دي، اقعد بقى احط علامات استفهام، انا اترفضت ليه، واقعد افكر هل اقعد اعيط واندب حظي؟ لا، امسك الموقف وحلله يا فندم. ده معنى الادراك. امسك الموقف واشوف انا اترفضت ليه. صح افتكرت، ده وانا بعرف نفسي كان صوتي كده مهزوز وكنت يعني برتبك كده في الكلام، اكيد ده ادى انطباع اني مش واثقه في نفسي وما بعرفش اتكلم كلمتين على بعض. صح كمان افتكرت الانجليش بتاعي ما كانش حلو خالص. اذا انا عرفت نقط